الضعف أكبر عدو للإنسان، ومين فينا مش عايز يبقى أقوى نسخة من نفسه؟ بس القوة دي علشان توصلها أكيد محتاجة صبر وتعب، ولا يمكن يكون في طريق مختصر يديك القوة دي في أسرع وقت وبأقل مجهود؟ بس السؤال بقى، هياخد منك إيه مقابل ده؟ هل ممكن يكون التمن حياتك؟ بدأنا يا عم. بدأنا. السلام عليكم يا رجاله. وعاش لكل 50 كيلو مش عارف يخلص 200 جرام الرز اللي مكتوبين له، وعاش لكل 200 كيلو مش عارف يكتفي ب 50 جرام رز مكتوبين له. اجمد بقى ما تصغرناش. الحقيقه موضوع النهارده شائك وشائك جدا كمان، وبيبدا بالتحديد لما بتقف قدام المرايه كده وتبص لنفسك وتقول ايه الجربعه اللي انا فيها دي؟ قفص الصدري مطرطق بره كده ليه؟ وتقوم ماسك موبايلك ويطلع لك واحد بيشخط فيك وبيزعلك وبيقول لك هو انت ايه؟ ما عندكش دم؟ ازاي لحد دلوقتي قاعد؟ قوم اتمرن، قوم حول لي اشتراك ال3 شهور يلا. وانت كالعاده تقوم متحمس وتنزل تجيب 7 تيشيرتات جميع الالوان، وكمان تجيب كوتش اديداس ب 250 جنيه اصلي طبعا، وتقوم واخد نفسك وطالع على اقرب جيم ليك وتدفع اشتراك ال3 شهور المدين وانت شغال في ودنك موسيقى فيلم العالمي. عاش يا بطل. الحماس لحد دلوقتي للسما، لكن الحماس ده كله بيقل لحد ما توصل لصالة الجيم وتلاقي شلة شباب كده لابسين فانيلات كات اقل عضلة باي عند واحد فيهم قد دماغك انت شخصيا، وماسكين الدمبل ال50 مهلهلينه، الدمبل بيصرخ في ايديهم يا راجل. لكن انت ولا يهمك، الاراده اللي جواك ما زالت اكبر من كل اللي بيحصل ده، وتقول ان السمك المشوي وصدور الفراخ والرز المسلوق هيعمل كل النتيجه دي. والحقيقه هو هيعمل نتيجه بس انت ما زلت بعيد جدا عن شله الفانيلات القط، لحد ما يميل عليك كابتن الجيم ابن الحلال ويقول لك انك لو عايز توصل للنتيجه دي فلازم تاخد دي. والسؤال هنا بقى، هي دي فيها ايه؟ دي فيها استرويد، او بمعنى اوضح تستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره. الله، طب وليه راجل اصلا ياخد هرمون ذكوره؟ ما جسمه كده كده بينتجه خير ربنا كتير. والله انت كلامك معقول وفعلا عندك حق، بس في حاجه لازم تفهم. انت لما بتدخل الجيم وبتروح للكابتن بتقول له انك عايز تضخم عضلاتك بس مش عايز نسبه الضخامه الملفته، يعني مش عايز تبقى زي البيج رامي كده، فاهمني يا كابتن؟ عملاق انا عايز ابقى زيك عملاق. بس حبيبي، وده لانه عارف ومتاكد انه مهما حشاك صدور فراخ ورز للصبح برضه مش هيحصل، لان ببساطه جسمك ما فيهوش من ده. وعلشان نفهم الاسترويد ده بالظبط بيعمل ايه هنرجع لورا شويه، بالتحديد شهر 9 اللي فات لما انتشرت صوره للمصارع والممثل ذا روك وهو خسران 27 كيلو من جسمه وحجم عضلاته قل بشكل كبير جدا، لدرجه ان في ناس قالت ان هو مريض بمرض خطير هو السبب في اللي حاصل له ده. لكن الحقيقه مش كده خالص، والحقيقه ان اللي حصل لزاروك هو انه بطل ياخد جرعات المنشطات اللي قعد ياخدها على مدار سنين، برغم ان زاروك قعد طول حياته يروج ان كل الجسم اللي هو فيه ده جاي من الاكل الصحي بس. والغريبه ان كان في ناس بتصدق الكلام ده، وده لوحده كده يفهمنا انه قد ايه الاسترويد ممكن يعمل حجم جسماني وحجم عضلات غير طبيعي اطلاقا. وطبعا مفيش غنى عنه للابطال بتوع كمال الاجسام المحترفين زي الناس اللي بتشارك في مستر اولمبيا مثلا. يعني انا رد ذمتك، الفورمه اللي انت شايفها دي ممكن تكون اتعملت بصدور بني؟ ده لو عشه في اليوم مستحيل. وانا لازم اشرح لك على البسيط كده ازاي العضلات اصلا بتاعتنا بتكبر وبتطلع. بص يا سيدي، انت لما بتروح الجيم بتلعب بيحصل تشققات في العضله، فالعضله بدورها بتقوم مخضوضه وتقول يا لهوي الواد كبر وبقى راجل اخيرا، وتقوم باعته اشارات للمخ تطلب منه بروتين بدل اللي خسرته عشان تعوض اللي خسرته وتطلع عضلات جديده. وعشان الليله الزرقاء دي كلها تحصل محتاجين ايه؟ الله ينور عليك، هرمون التستوستيرون. وطبعا لانه موجود بكميه كبيره في الرجاله فهتلاقي ان الراجل بيعمل عضلات اسرع من الستات مثلا، يعني الستات مهما شالوا اوزان ما بيعملوش العضلات اللي بيعملها الراجل، مش دايما يعني. طب ايه بقى اللي هيحصل لو الراجل اللي اصلا عنده في جسمه هرمون تستوستيرون خد كمان جرعات تستوستيرون من بره؟ اللي هيحصل انه هيبقى هيبقى فحش. لكن
من بره بس. للامانه هو هيدخل اي مكان يلفت نظر الموجودين فيه، هو بيشيل ضعف ويمكن ضعفين اوزانك كمان في الجيم، لكن هو اكيد مش هيحكي لك عن الاثار الجانبيه اللي بيدفعها كل يوم مقابل الكلام ده، زي تساقط الشعر الرهيب اللي بيحصل له والالتهابات اللي بتطلع له في كل حته في جسمه، وكمان العصبيه والعدوانيه اللي بتبقى عنده تجاه الناس اللي حواليه واحساسه بالشك فيهم لاسباب غير مبرره. وكل ده غير المصيبه الكبيره، وهي انه بيبقى عرضه بشكل كبير جدا للعقم. وده ليه؟ لان هرمون التستوستيرون اصلا بينتج من الخصيتين، وبالتالي لما الجسم بيبقى فيه كل التستوستيرون اللي جاي له من بره ده، فالخصيتين بيقولوا خلاص احنا نفرز ليه بقى؟ ما نقعد ونهوى على نفسنا كده. وبالتالي هيبداوا يوقفوا اصدار التستوستيرون لجسمك. ما خلاص بقى هيسيبوك انت والسرنجه تتعاملوا مع بعض، مش خدت من بره خلاص. وان شاء الله بقى لحد ما ربنا يكرمك كده وتفوق، ده لو فقت يعني هيبقى الوقت متاخر جدا، لان جسمك هياخد وقت كبير جدا عشان يبدا يفرز تاني هرمون التستوستيرون. وفي الوقت ده بقى هتبقى حضرتك قطع ميه ونور. مفيش خالص. طبعا انت في الوقت ده هتبقى عامل زي المدمن، حتى لو عايز تبطل الهرمون انت مش قادر، لان انت لما تبطله هتبقى الفضيحه علني. وعايز اقول لك انه 90% من الناس اللي جربت الهرمون ما بتنصحش الناس التانية ان هي تاخده من اللي شافوه. انا عايز اقول لك مثلا ان امريكا بتعامل تاجر المنشطات نفس معامله الديلر، يعني هو لو اتمسك بيوزع منشطات بياخد حبس 5 سنين. وان جيت للحق ده منطقي جدا، انت بتاخد حاجه ممكن تكون السبب في موتك بروشته من كابتن الجيم، مع احترامي لكابتن الجيم اللي هيقول لك ان هو على درايه جامده جدا بالموضوع وانه عارف هو بيعمل ايه، هو نفسه لما بيتعب بيروح لدكتور. وحتى لو الكوتش بتاع الجيم بتاعك قال لك احنا هنتابع وهنعمل التحاليل بتاعتنا وهنشوف كل حاجه دايما اول باول، قول له كوتش تويكس، لانه ببساطه مهما تابع معاك ومهما عمل من تحاليل عمره ما هيبقى زي روني كولمان اللي كان عنده فريق طبي بحاله وفي الاخر انتهت حياته على كرسي العجل. ولو لقيت شيطانك ضحك عليك وقال لك ما في ناس كتير قوي خدت الهرمون وما حصلهمش حاجه، خلاص جرب، بس خليك عارف انك هتبقى عامل زي اللي بيلعب قمار على صحته وعمره كله. والمهم اللي لازم تعرفه وتتاكد منه ان احنا بنروح الجيم عشان صحتنا تبقى اقوى واحسن بجد، مش من بره بس. المهم انت بس خفف والعب صح، وانزل اعمل سبسكرايب، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك، واكتب لنا في الكومنتات ايه رايك في موضوع الهرمونات ده. هتلعب مش لعبك. هتلعب